لا أحد يعلم عنك أكثر منك، فلا أحد يعلم ما أصابك، لا أحد يعلم معاركك الخاصة مع الحياة ومع نفسك، لا أحد يعلم ما الذي زعزع أمانك وقتل عفويتك وأطفأ نورك، لا أحد يعلم كم كافحت، كم خسرت، كم تألمت، كم تعذبت. لا أحد يعلم حقا من أنت، ومع هذا يحكمون عليك دون أن يعرفوا فعلا حقيقتك ومن أنت. جبت مانجا كيت. مانجا كيت دي البذرة بتاعتها بتكون قليلة جدا. جبت في حدود 10 كيلو مانجا. بصوا حجمها كبير بس عددها قليل. بس هي هنلاقيها من جوه كلها لحم. انا قلت ان انا اغسلهم وانشفهم كويس جدا واجيبهم علشان خاطر اقشرهم. ممكن تقشريهم بالسكينة، وممكن بصي الاختراع ده اختراع صاروخ، يعني هتقشري المانجا كده بسرعة جدا. تعالوا بينا نشوف اهو. بصوا انا هقشرها، بس هي المانجا كبيرة جدا على ايدي، وانا قررت ان انا اجيبها كبيرة عشان خاطر كل ما هتبقى صغيرة يعني هنهدر كتير بذر وكل الحاجات دي. انا المانجا بحتاجها جدا جدا في رمضان بصراحة. ان شاء الله ربنا يعود علينا الايام بخير باذن الله. والحاجات دي ما بتطلعش غير مواسم، فانا قلت ان انا الحق اخزن. السنه اللي فاتت ما خزنتش خالص، وكنت بحتاج مانجا عشان خاطر الكنافه بالمانجا والمانجا كانت في السوبر ماركت. كانت الشريحه اللي انا دلوقتي هوريها لكم كانت عامله 50 جنيه بالظبط، او 55 كمان. فكانت غالية جدا، فقلت لازم اخزن اي مانجا ايا تكون. حتى لو هتكون مانجا سكري، اي حاجة هحاول ان انا اخزنها. المانجا دي انا مش عايزاها للعصير، بس هي عادي تنفع للعصير، اي مانجا تنفع للعصير على فكرة. بس فانا قلت ان انا الحق يعني واخزنها. قلت لا، يعني ما يعديش عليا الموضوع كده ابدا، لازم اخزن مانجا والحق نفسي. لحسن بحتاس بصراحة وما بلاقيش حد عنده مانجا خالص. كل ما تسألي حد فيه مانجا فيه مانجا يقولك مانجا ايه يا مدام خلاص. خلاص بقى، فقررت قلت اي مانجا تعدي والسلام وخلاص. انا بحبها جدا زي ما قلت لكم عشان خاطر رمضان. ربنا يعود علينا يا رب الايام بخير ان شاء الله. و... ويجي علينا رمضان ان شاء الله على خير. بس بصوا بالقشارة قشرتها بسرعة جدا 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 جدا. وبالسكينة برضو حاولي ان انتي مثلا لما تجيبي المانجا تجيبيها ناشفة، مش طرية، لان دي مش للعصير علشان خاطر هتتهري منك، وعقبال ما تجيبيها وكده هتبقى طرية جدا. بس انا مسكت السكينة بس شلت اخر حتة منها. بصوا شايفينها حلوة ازاي؟ طبعا انا بقشر من غير جلافز، لاني انا طول النهار ايدي في المية يعني، وعارفة انا ايدي ازاي نظيفة يعني. بس هبتدي ان انا قلت كنت هقشرهم كلهم بعدين ارجع لكم. بعدين قلت لا اقشرهم معاكم، ازاي اسيبكم يعني؟ ما ينفعش. بس دلوقتي اهو كده خلاص هبتدي بصوا اقشرها كويس جدا. يعني بصوا مفيش في اللحم مانجا خالص. حتى بصوا دي كده كمان طرية. وانا قلت ايه؟ وانا قلت لازم اقشرها بالقشورة. بصوا بختار انشف حتة واقشر بيها المانجا يعني. طبعا بصراحة المقشرة حلوة جدا 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 في تقشير المانجا. بصوا بسرعة الصاروخ هتقشري ان شاء الله تقشري 50 كيلو مانجا. بصراحة مسعفة وسريعة جدا جدا معايا. بصوا المانجاية ما شاء الله ما شاء الله كبيرة جدا على ايدي، بس انا زي ما قلت لكم حبيت ان انا اجيبها كبيرة عشان ما نهدرش بذر كتير، وتبقى كده ايه الدنيا مش تمام يعني. طبعا المانجا انا هستخدمها في ايه في رمضان؟ ان شاء الله هستخدمها زي عشنا وكان لينا عمر في الكنافة. وطبعا دوت طبق رئيسي معايا جدا لان هما بيحبوه جدا عندي. يعني ما بيحبوش الكنافة بالمكسرات وكده، لا بيحبوها بالمانجا، وبتبقى حلوة جدا يعني. بصوا انا هقشرها برضو للي مش عنده القشورة او خايف ان هو يستخدمها عادي بالسكينة. بس السكينة بطيئة، هي الست الشاطرة تقدر يعني تقشر بأي حاجة. لكن بصوا
مفيش برضو فيها لحم خالص خالص خالص. ودي اهم حاجة، يعني ما نهدرش في القشر. بس كده. وهستخدمها في، ممكن اعملها عصير. تحطي عليها شوية سكر تبقى عصير كويسة. ممكن تعمليها زبادو بشوية لبن. بصراحة، او تقطعيها شقف صغيرة. وتحطيها على الزبادي. بصوا، هي ليها استخدامات كتيرة المانجا. بتبقى حلوة قوي. ممكن تعملي كيك بالمانجا، يعني تحطي كريم شانتيه وتحطي من فوق المانجا. برضو بتبقى حلوة. بس كده. بصوا انا قشرت حتة واحدة بالسكينة ورجعت تاني للمقشرة يعني. بس بصراحة قد ايه ممتع التقشير بالقشورة. حلو جدا جدا جدا. بصراحة يعني. حلو التقشير جدا بيها. و بصوا سهل. مش صعب وكده، حتى لو هي طرية. ممكن تمسكيها من الحتة الناشفة. وتقشري وتطلعي على الطري هتبقى. مش هتاكلي في القشر منها كتير يعني. نيجي بقى ان احنا فعلا لازم ان احنا نخزن مانجا ونخزن كل حاجة ليها موسم بتاعها. هو مش حطتان في الفريزر لأي أكل وخلاص، لأ. هو دي حاجات وبتطلع في المواسم بتاعتها. طبعا زي ما انتوا عارفين الدنيا بقت غالية جدا 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 بصراحة، يعني ربنا يلطف بعباده وربنا يلطف بينا. لأن الأسعار بقت نار، يعني أنا مش عارفة بصراحة احنا هنوصل لحد فين. علشان كده قلت لأ. انا الحق نفسي واشتري واخزنها. لاني بحتاجها جدا في رمضان، يعني احنا مش بنشربها كتير كعصير يعني. بس للحلويات وكده لا بحتاجها. بصوا انتوا هتشوفوني انا هقطعها ازاي. انا بقى مش هعملها مربعات صغيرة وشرايح وكل الكلام ده، لا مش عايزاها انا كده خالص يعني. بصوا الحتة دي، بصوا جت معايا هي طرية. ممكن ان انتي تشيليها بايدك او بالسكينة كده من طرف السكينة بالراحة. علشان ما تطلعش لحم معاكي كتير وخلاص. اهو. بصوا. بالسكينة عادي هتقدري ان انتي تشيليها. عشان ما تهدريش منها كتير، والقشر اللي موجود على اي منجاية ممكن ان انتوا تشوفوه ده. بصوا انا بوريكم القشر ازاي ما فيهوش لحم خالص. اي قشرة. اللي قطعتها بالسكينة او اللي قطعتها بالقشرة، بصراحة القشرة تحفة والسكينة حلوة برضو. يعني زي ما قلت لكم الست الشاطرة تقدر تقشر بأي حاجة. اي قشر موجود على المانجا ده. لو هتعمليها عصير عادي هو مش هيبان. لكن لو هتقطعيها وتحطيها مثلا على كنافة، وان شاء الله نشوفها مع بعض زي عشنا وكلينا عمر. لما تتجمد في الفريزر القشرة دي هتقدري ان انت تشيليها بسرعة. بس يعني شفتوا مفيش اسهل من كده بصراحة. انا معجبة جدا جدا بالقشرة انها بتقشر معايا الحاجة بسرعة جدا يعني. دي بصوا عصلجت معايا، ناخدها من تحت. نسيبها؟ لا طبعا ما نسيبهاش. نحاول ان احنا نقشرها. علشان خاطر من هنا ممكن تاكل معانا مانجا كتير. هي القشرة بتاعتي دي ليها كده سنون فهي بتشبك فيها عشان خاطر طرية. بس لكن اكيد هتصرف انا وهي ولازم نقشرها يعني. بس خلاص الحمد لله تمت العملية بنجاح. هنجيب السكينة. ونتفاهم انا وهي بالسكينة عشان زي ما قلت لكم ان القشرة ليها سنون كده. آه، طبعا انا بقشر طبعا وانا قاعده. لاني يعني مش هقعد بقى اقشر كل ده وانا واقفه في المطبخ، فقلت لا كده انا اجي جنب البلكونه واقعد اقشرها. بصوا حاطه الستاره والهوا. واقعد اقشرها جنب البلكونه. بصوا شايفين القشره اللي تحت دي. برضو هشيلها بس بالراحه يعني. طبعا العبايه خدت معايا كانت بتعوم معايا في المانجا. او برضو دي طرية هحاول معاها بالراحة عشان ما هقدرش سواء من بالسكينة او بالقشورة. هحاول ان انا معاها واحدة واحدة عشان ما هقدرش منها كتير. بصوا كده خلاص انا قشرتها ولبست الجلافز. طب ما لبستيهوش ليه وانتي كنتي بتقشريها؟ المانجا بتتزحلق. يعني هي بتتزحلق مع الجلافز بتتزحلق جامد قوي. فانا مش عارفة اتحكم فيها علشان ما تقعدش تقع مني بقى كل شوية. بصوا بس انا هنقلها بس في الطبق التاني. علشان خاطر اعرف اقطعها شقف كده او شرايح. بصوا. انا كده هقطعها. من الوش ده ومن الظهر التاني.
والبذرة اللي هتبقى في النص بس يعني انا هحاول ان انا اجيبها لحد اخر البذرة عشان خاطر ما هقدرش منها حاجة خالص. بصوا بحاول ان انا اقشرها، بس الجلافز بيزحلق المانجا من ايدي، فانا مش عارفة بصراحة خالص اتحكم فيه. بصوا قلعته، محدش بياكل المانجا دي غيري انا. ف لما بعد ما قلعته عرفت اتحكم فيها، لانها بتتزحلق قوي قوي قوي، يعني اللي بيقشر مانجا اكيد فاهم انا اقصد ايه. بص انا قشرتها كده من على البذرة من الناحيتين، والدول اللي كانوا حوالين البذرة. والبذرة مش هرميها، انا لسه ليها مرحلة تانية معايا. بس انا بصوا هاخد واحدة كمان هقطعها. بصوا بقطعها كده، بس باخد يعني بخبط البذرة بحيث ان انا ما هقدرش كتير فيها يعني. انا عايزة الشريحة تطلع كاملة، وانا هقطعها كده، لا عايزاها مربعات ولا عايزاها خرط ولا عايزاها متقطعة حتت ولا اي حاجة. انا عايزاها شريحة كده، علشان لما اجي احطها على اي حاجة انا عايزاها وهي متجمدة، انا شكل تقطيعتها بايديا انا. مش مش هي كلها تبقى مهرية بقى وكأنها عصير كده، لا. انا عايزاها تتعان عندي بالطريقة دي، وهوريكم دلوقتي انا هخزنها ازاي. اهو بصوا قطعتهم لحد ما وصلت لحد البذرة. بصوا هاخد بس اللي حوالين البذرة ده عشان خاطر نستفيد بيه، وبعدين هبتدي احط البذرة بقى على جنب. انا حاطه لها طبق تاني علشان خاطر استفاد بيها، يعني مش هرميها اكيد يعني البذرة. كلهم هعملهم بنفس الطريقة، بس الجلافز ما ساعدنيش خالص للأسف يعني. بصوا دلوقتي خلاص كده انا قطعتها كلها، وزي ما قلت لكم القشر اللي على المانجا ده الله العافيه واخده ايه، واخده حقها من المانجا. هبتدي كده دلوقتي ان انا اعبيها. دي اكياس محكمة الغلق، بجيبها وبجيب منها مقاسات وبحط الحاجة في الفريزر. لا التوم بيكرف على المانجا ولا المانجا بتكرف في البصل ولا كل الكلام ده خالص. بخزن فيها فراولة مانجا خضار طماطم كل حاجة بصراحة، وبتبقى حلوة. بتفتحيها تاخدي اللي انت عايزاه وترجعي تقفليها تاني، لا كيس بقى يتقطع ولا كل الكلام ده. بس برضو مفيش غنى عن اكياس التلاجة. بصوا كده انا بعبيها، هعبي كل 6 خرط او شقف في كيس، وهبتدي ان انا اقفلهم كويس جدا، واحاول ان انا اخرج منهم الهواء. بس هو عموما ما فيهمش هواء يعني. اهو بصوا بالطريقه دي، مش عايزه ازنق واحط فوق بعض ويتفعصوا مني واطلعهم اخرطهم يكون شكلهم مش حلو. لا انا اهم حاجه عندي ان شكلهم يكون كويس عشان اعرف استفاد منهم زي ما انا عايزه. لكن لو انت عايزه تعمليها عصير، ممكن انت تخرطيها، ممكن تقطعيها مربعات، ممكن تضربيها في الكبه او في الخلاط او بالهاند بلندر، تحطيها في اكياس في الفريزر وتطلعيها يا دوبك تسيح والكلام ده. اي حاجه براحتك اعملي اللي يريحك. انا بس اديتكم فكرتي في اني انا عايزاها للحلويات اكتر من العصير يعني. وبرضو لو عصير مش هتقول لا. وبصراحة الطريقة ديت في انك تفرزي فيها المانجا بصراحة حلوة قوي قوي قوي. بص انا كده عملت كيسين كبار، وهعمل كمان بصوا بحاول ان انا اخرج منها الهواء خالص كده. بصوا انا جبت القرمة وحطيتهم عليها عشان احطهم في الفريزر يجمدوا على نفس الوضع ده. برضو دول كنت جايباهم من هايبر، برضو دول مقاس صغير. هحط فيهم التراي. بصوا شايفين المانجا الطرية دي، هبتدي ان انا احطهم فيها، واحط كل خرطتين في كيس ومعاهم شوية من المتقطعين على جنب. دول ممكن ان انا استخدمهم للعصير يعني، دول كده كده تراي، لكن انا كن يهمني ان الناشفين يفضلوا على وضعهم علشان انا عايزاهم كده. طب انت هتحطيهم كده في الحاجة؟ لا طبعا يعني. اشكلهم براحتي، اقطعهم شرايح رفيعة سلايس كده، اقطعهم مربعات برضو يبقى شكلهم حلو وهم متجمدين. بصوا هعمل كيسين كبار وكيسين صغيرين، دول 10 كيلو. يبقى عشان خاطر كبيرة ما كانش عددها كتير. اهم كده بس. بصراحة هتستفادي منها جدا، لان اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي. بصراحة السنة اللي فاتت
اشتريت كمية مانجا من السوبر ماركت وكانت غالية جدا جدا جدا. يعني شايفين الكيس الصغير ده؟ لا شيلوا كمان، شيلوا منه شوية. هي كانت شريحة وحتة صغيرة ب50 جنيه بس. بصراحة متنسوش تعملوا لي لايك، تشتركوا في القناة، ويا رب قناتكم تبقى عاجباكم. بصوا هنا ده البذر كله. البذر اهو. طبعا بصوا شايفين فيه لحم كتير جدا. انا هرش عليه شوية سكر وهسيبهم براحتهم ينزلوا العسل بتاعهم اهم. هرش عليهم بس سكر كده حسب الرغبة، وهبتدي بعد ما احطهم على مصفى، وبعد كده ايه البس الجلافز كده وافضل اعصر فيهم شوية. بعد كده شايفين العصير دول من البذر بس. الكوباية الكبيرة دي من البذر بس. سلام عليكم.